قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام وفي غابة حلوة ومليانة شجر عالي وطيور بتغني، كان في قرد صغير اسمه نونو. ونونو كان شقي جدا بس دمه خفيف، وكل يوم كان بيحب يعمل مقالب في الحيوانات كلهم ويضحكهم، وكانوا بيحبوه عشان هو ظريف ودمه خفيف. بس ساعات كان بيزودها شوية. وفي نفس الغابة كان في نمر كبير اسمه رعد، وكان شكله يخوف جدا وصوته عالي، بس هو في الحقيقة كان طيب جدا وهادي وما بيحبش يأذي حد، وبيحب يقعد لوحده على طول بعيد عن الدوشة. وفي يوم من الأيام نونو قال إنه هو هيعمل مقلب في رعد وهيخلي الغابة كلها تضحك عليه، وجري بسرعة وجاب موزة وحطها قدام باب الكهف بتاع رعد، واستخبى ورا شجرة عشان يشوف رد فعل رعد ايه. ورعد أول ما طلع من الكهف اتزحلق على الموزة ووقع على ظهره، وكل الحيوانات قعدت تضحك على رعد، وهو اتكسف جدا ومشي من غير ما يقول ولا كلمة. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وتاني يوم نونو كان بيجري فوق الشجرة كالعادة، لكن رجله وقعت في الطينة وما كانش عارف يطلع منها، وقعد ينده ويقول الحقولي، حد ينقذني. بس مفيش حد اتحرك خالص. بس رعد يا أصدقائي كان قريب منه وسمعه، وجري ناحيته ومد ايده وساعده يطلع من الطين. ونونو قال له انت لسه زعلان مني يا رعد؟ انا مش زعلان منك يا نونو، بس انت لازم تعرف ان ما ينفعش تأذي حد علشان تضحك الناس عليه. انا كان ممكن يجرالي حاجة او اتعور من الموزة اللي انت حطيتها لي قدام الكهف، بس انت ما فكرتش في كده وكنت عايز انك تضحك الحيوانات عليا وخلاص. انا اسف يا رعد، مش هعمل كده تاني. كنت فاكر ان كده هضحكهم وهيبقى دم خفيف، بس ما كنتش واخد بالي اني ممكن اجرحك او اذيك. ومن اليوم ده يا اصدقائي نونو اتعلم ان ما ينفعش نهزر في اي حاجة، وإنه ممكن الهزار ده يوصلنا لحاجات مش كويسة، زي إن إحنا ممكن نأذي نفسنا أو نأذي غيرنا من غير ما نعرف. وما ينفعش كمان نضحك الناس على حد صاحبنا أو نحرجه قدام صحابنا. اكتب لنا في التعليقات رعد شاف إيه لما خرج من الكهف، ومين اللي أنقذ نونو من الطين. واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.